عارف ان طريقه كتابتك للايميلات هي اللي بتحدد شكلك قدام زمايلك في الشغل؟ النهارده هقول لك ازاي تبعت ايميلات احترافيه زي المحترفين. في الشغل في بعض الحاجات كده اللي محدش هيعلمها لك، زي انك ازاي تبعت ايميل محترف. وانا هنا مش بتكلم طبعا على الشركات الكبيره، انا بتكلم على الشركات المتوسطه او الصغيره اللي ما فيهاش تريننج قبل ما الموظف الطبيعي يبدا الشغل، لان اهم مهاره لازم تبقى اصلا داخل بيها انك ازاي تعرف تكتب ايميل. اول حاجه البدايه الرسميه، لازم تبدا بدايه محترمه وبتكتب دير فلان لو انت بتبعت الايميل لشخص محدد، او لو انت بتكتبه بالعربي بتبدا بعزيزي او تحيه طيبه وابعت. التحيه دي بتدي انطباع انك شخص مهذب وبيحترم اللي بيبعت له. ويا سلام لو تركز قوي في التايتلز، ولو انت بتبعت لمدير تكتب له ديل مستر فلان. تاني حاجه السبجكت بتاع الايميل، لازم يكون مختصر وواضح وبيعبر عن الايميل من قبل ما الشخص يفتحه، فلازم تستخدم كلمات تعبر عن محتوى الايميل من اول نظره، زي مثلا لو بالانجلش بتكتب فولو اب اون بروجكت ستاتس، لو بالعربي بتكتب تاكيد على موعد الاجتماع. لكن لو السبجكت بتاعتك كانت غامضه فغالبا هيخلي الشخص يتجاهل الايميل. ندخل بقى في نص الايميل او البادي بتاع الايميل، لازم تخليه مختصر ومباشر، ولو عندك نقط استخدم البوليت بوينتس، وده هيسهل القراءه كتير. وفي مثال دلوقتي انا حاطه ممكن تبص عليه. ولو انت حاسس ان الشخص ممكن بعد كده يحتاج منك معلومات اضافيه، فانت ممكن تختم الميل بالعباره دي: If you have any questions feel free to reach out. اخر حاجه التوقيع او السيجنتشر. يلا نختم الايميل، وهنا هنختمه thank you for your time او best regard، بعدين توقيعك الرسمي داخل الشركه اللي هو عاده هيكون من اسمك والمسمى الوظيفي ورقم التليفون. واهم حاجه قبل ما تبعت الايميل لازم تراجعه كويس وتشوف لو في اي اخطاء املائيه، لان دي حاجه كارثيه انك تبعت ايميل بخطا املائي. ولو لسه مش بتعرف تبعت ايميلات احترافيه، جرب الطريقه دي وشاركني برايك في الكومنت.